دقت معايا حلاوه العميد ورجالته؟ لو ما دقتش تعالى ادوقها لك. منتخب مصر كان نازل بفكره قويه جدا، وهي ان الضغط لازم يكون شرس على الثلاثي بتاع خط النص، وان هو يتعزل عن التدرج بالكره بسهوله، واول ما نقطع الكوره نعمل تحول سريع على عمر مرموش ومحمد صلاح. امام عاشور في الماتش كان لازم سنجاريه على طول، وحمدي فتحي كان مع كيسيه، ومروان عطيه كان مع اوليه، والثلاثه طول الماتش حرفيا ما كانش بيفرقوا خيالهم. وسبحان الله اول كوره كان فيها ضغط مثالي وضغط عالي من منتخب مصر، وكل واحد كان ملتزم بالتعليمات بتاعته، وكوت ديفوار طلعت على جوسين ضد المهاجم، ولما رجعت الكوره تاني لخط النص حمدي فتحي ضغط شرس جدا على كيسيه، وقدر ان هو يغلطه والكوره تروح لامام عاشور، وحصل التحول اللي كابتن حسام حسن كان عايزه في الماتش ده. ولو انت فاكر ان الحلاوه وقفت لحد هنا فانت غلبان غلبان. الكوره لما اتلعبت من امام عاشور وكانت ضعيفه شويه، عمر مرموش كان عنده وعي كبير جدا بالموقف كله اللي هو موجود فيه، لان نضرب بعينك كده هتلاقي المدافع كانت عينه مع عمر مرموش واتجاه جسمه كله كان لعمر مرموش، وما كانش شايف الكوره كانت قويه ولا ضعيفه، وما كانش عامل اسكان للمساحه اللي حواليه كلها. واول ما ابتدى يبص للكوره وشافها بدا ان هو يقطع التواصل مع عمر مرموش، وفي اللحظه دي مرموش قرر ان هو يسرقه، وراح عكس اتجاه جسمه وعدلته ناحيه الكوره وضغط وعدلها وانفرد، وقدرنا ان احنا نجيب الجون الاول. وحقيقي الجون ده فيه فنيات كبيره جدا سواء جماعيا او فرديا، وبصراحه الحلاوه دي احلى من اي حلاوه انت اكلتها في حياتك. وبصراحه حلاوه عمر مرموش ما كانتش واقفه لحد اللقطه دي بس تفتكروا بقى الحلاوه دي كلها هتكمل ضد السنغال؟ والله اتمنى يا جدعان اقسم بالله.